عليكم ورحمة الله أصدقائي الأعزاء. مباراة الأهلي والاتحاد اللي انتهت بالتعادل 1-1. كان عمرو السولية أحرز هدف الأهلي من ضربة جزاء، وتعادل في الدقيقة 88 فان ديريك للاتحاد السكندري. في مباراة طبعا كان بيتسيدها الأهلي. أنا النهاردة هتكلم كمشجع أهلاوي، يعني أنا مش هقف قدام التحكيم أو ده حسب لي ضربة جزاء من على الخط والخط ده جزء من الملعب، لا ده ما حسبش علينا ضربة جزاء بتاعت يحيى عطية الله. لا، أنا هتكلم كمشجع أهلاوي. شايف فين المشاكل اللي أدت لكده واللي ممكن تؤدي لنتائج في سلبية في الفترة اللي جاية. يعني انا مثلا بلاحظ ان كولر رغم ان هو كسبان 1-0 بس الا انه برضو مصر على انه يأخر التغييرات، وكأن ده مثلا مادة في الدستور هو بيحترمها ولازم يطبقها. لا، يعني انت المفروض فريق كبير بتعتبر ان 1-0 طبعا نتيجة مش الماتش مخلص، فبتحاول انك تطور هجومك بشكل افضل، وانك تسعى انك تحرز المزيد من الاهداف وتقتل المباراة تماما. الحاجة التانية بالنسبة لكولر برضو حسين الشحات، يعني كان متألق في الحتة اليمين وجاب ضربة جزاء لما لعب في الحتة دي الحتة بتاعت حسين الشحات اللي هو بيلعب فيها. ليه برضو مصمم تلعبه شمال وبتغيره وتسيب طاهر اللي عنده انذار؟ دي برضو حاجة غريبة يعني بيعملها كولر. الحاجة التالتة بالنسبة لكولر، عمرو السولية غايب بقاله فترة كبيرة، وبدنيا طبعا عمرو السولية مش زي زمان. فازاي بيلعب اساسي وموجود بره قفشه وموجود عمر الساعي ابو 50 مليون جنيه؟ حاجة غريبة. يعني ليه ما بيلعبش قفشه؟ ليه قفشه لازم ينزل في الدقيقة 75 ولا الدقيقة 80؟ دي عجيبة قوي. وفين عمر الساعي؟ طب عمر الساعي لو ما تجربش دلوقتي في الماتشات ده هيتجرب امتى؟ ما انت المفروض تجرب عمر الساعي وتديله ماتشات زي كده، وممكن عمرو السولية هو اللي يبقى احتياطي. بالنسبة لإدارة النادي الأهلي، لازم ان هم يسرعوا في وجود مهاجم. الاهلي في غياب وسام ابو علي محتاج مهاجم، ما عندوش اساسا مهاجم اللي هو مركز 9 اللي يضغط ويخلص ويستلم. دي نقطة واضحة جدا جدا وحاجة سلبية كبيرة جدا. فبالتالي في يناير اللي جاي اللي بشوف ان لازم مجلس ادارة الاهلي يشوف مهاجم اجنبي يكون كويس يدعم المكان ده. بجانب اني برضو بشوف انه محتاجين مدافع. يعني اشرف داري ما شفناهوش لحد دلوقتي، على طول مصاب. يوسف ايمن مش على المستوى المطلوب. انت بتلاعب خالد عبد الفتاح مش في مكانه، بجانب ان خالد من اسلوبه وطريقته وكلامه ما بحسش ان هو اللاعب الاهلاوي اللي عنده غيرة على الفريق واللي يلعب ويقاتل ويحاول يجتهد في مكان غير مكانه. طيب هنروح لكهربا. كهربا محتاج شغل بدني كبير جدا وفني وتركيز اكتر. ده يعني لو حابين ان هو يكمل في الاهلي، او لو حابب هو يكمل في الاهلي، لكن لو مش حابب يمشي. هو كهربا طبعا كان عليه هو عايز يكمل في الاهلي بس ما بيلعبش، ولما لعب هو مش جاهز. يعني الراجل عنده بالفعل حق اني ما يلعبوش، وانا بشوف ان خروج كهربا في يناير هو ده افضل حل بالنسبة له وبالنسبة لنادي الاهلي، انه يروح يلعب في مكان تاني لحد ما بيستعيد مستواه ويستعيد فورمته. شفنا في ماتش الاتحاد تقريبا الاهلي كان بيلاعب المهدي سليمان فقط. يعني فريق الاتحاد ما فيش فريق مش موجود. يعني يمكن هم هجمتين جاب منهم واحدة وضيع التانية. وبرضو من النقط السلبية ان في غياب مروان عطية بتحس ان الاهلي ما عندوش نص ملعب اصلا. يعني رغم ان الاتحاد بالوضع ده وبالمستوى ده، في غياب مروان عطية الاهلي نص ملعبه فعلا
بيكون في حالة صعبة. وبصراحة أنا بشوف إن المباراة دي مجلس الإدارة أو الكابتن محمد رمضان المفروض إن هو ينزل خصم وهو ضميره مرتاح على اللعيبة، لأنه إنه يسجل هدف وينام عليه دي كارثة ما تنفعش مع فريق كبير بحجم النادي الأهلي. يعني اللعيبة لازم تبقى فاهمة إن أنت بتلعب في فريق كبير، لازم انك بتجيب جون واتنين وتلاتة وتقتل المباراة تمام. ما ينفعش الاهلي يبقى ما عندوش مهاجم على مستوى عالي، انه ما يكونش عنده لاعب جناح مهاري يصنع الفارق. لازم تدخل في يناير في اقرب فرصة ان الاهلي يحاول يدعم نفسه بشكل افضل، خصوصا قبل كأس العالم للأندية. والى اللقاء.